علي، انت طلعت من الجمعة على المطبخ على طول؟ اه. ليه يا علي؟ عشان الكفتة. كفتة ايه يا علي؟ كفتة الرز كل ما نعملها لازم نتخانق. يعني لازم تخلص كفتة الرز قبل ما انا احطها في ايوه، الصلصة. حلوة حلوة، بس في المرة دي يعني طعم جديد. طعم جديد. اه. مش هقولك عليه الا اخر الفيديو. بس اطلع بقى، كفاية عليك كده عشان انا في صلصة عايزة اعمل فيها الكفتة. حاضر. ماشي. ماشي. يلا مع السلامة عشان اكمل الكفتة مع الجمهور واقول لك السر اللي في الكفتة بتاعتنا. ماشي. تعالى اقول لكم بقى على سر وحلاوه كفته الرز المره دي. نص كوبايه من الرز كده هنطحنهم مع بعض. انا النهارده يوم الجمعه واخر الشهر، طبعا انتوا عارفين النهارده اخر الشهر. بقى النهارده وبكره، فعايزه اعمل النهارده كده ايه حله كده من الكفته علشان تكفي اليومين. بصوا بقى يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين طحناها الرز في البيت بكل سهوله. زي ما انتوا شايفين. ومعايا نص كيلو من الطماطم حطيناهم كده في الخلاط وعليهم كوبايه ميه وفرمناهم. وكده جهزنا الرز وجهزنا الطماطم. تعالوا بينا بقى. بصلتين متوسطين كده في الكبة هنفرمهم كويس. كده بقى بعد ما اتفرم البصل هشيل منه كده معلقتين على جنب. وهبدأ انزل بمعلقة توم، وهنزل بقى بالملح والفلفل الاسود والكزبرة والكمون والفابريكا. كله معالق صغيرة، والملح معلقة كبيرة. وكده بقى اروح جايبة ايه الخضرة، عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة. كده عودان صغيرة بالشكل ده كده هقطعهم كمان بالسكينة واحطهم في الكبة. عشان ايه الخضرة تتفرم مع البصل وتنعم معانا. كده ماشي مع بعض اهو خطوة خطوة. معانا معلقة بيكنج باودر كمان هنحطها. بص الاول ده بقى اللحمه الايه اللحمه السريه اللي انا كنت بقول لعلي عليها. اللحمه الضاني. دي كانت لحمه ضاني وليا ضاني كده حطها في التلاجة. عشان لما اجي اعمل كفته اضيف عليها ايه لحمه بقري. بس انا النهارده كانت هي موجوده عندي واخر الشهر، فقلت بقى ايه اعمل بيها كفته رز. يبقى اللحمه الضاني بتاعتنا حطينا عليها كمان معلقه بيكنج باودر صغيره. واسيبها كده تتفرم مع البصل والخضره بالشكل ده كده والتوابل. وتعالوا بينا بقى نحط الرز زي ما انتوا شايفين. اللحمه الضاني بتبقى طريه شويه، مش زي الجملي. فانتي لو حسيتي انها بقى طريه معاكي، زودي بقى زي ما انا حطيت كده بطاطسايه مسلوقه. او زودي كمان في الرز بالشكل ده. يبقى انا حطيت كمان بطاطسايه مسلوقه كمان على الايه على كفته الرز. مع نص كوبايه رز مطحونه مع الخضره مع اللحمه. وكده بقى ايه احلى كفته هتشميها في البيت. كفته الرز باللحمه الضاني. بصوا بقى يا حبايبي، خلاص كده اتفرمت معانا. تعالوا بقى ايه نفضيها كده في اي بوله بالشكل ده كده. وتعالوا بقى نعمل الصلصه على طول عشان البصل اللي احنا شلناه ده ما يخسرش مننا. بصوا قبل ما نصبع الكفته، روح بقى حبه زيت صغيره كانوا موجودين في الازازه، وانا مش هزود اكتر من كده لان الكفته بتبقى فيها زيوت. فانا مش بحب احط للصلصه بتاعه الكفته زيوت كتير. وحطيت البصل زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليهم بشويه ملح وفلفل اسود كده زي ما انتوا شايفين كده. والبصليه بتاعتي تدبل، واروح نازله عليها بقى بكيس صلصه او مع كيس معجون من الصلصه. وانزل عليها بقى بعصير الطماطم. هصفي كده عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين. وايه واحاول كده انزل كل الخليط كده واصفيها من ايه من اي بذور بالشكل ده كده. واسيب بقى الصلصه مع نفسها كده تتسبك شويه. وتعالوا نشوف بعد كده هنعمل ايه تاني مع بعض. خلاص. يلا بينا بقى نغطيها. وتعالوا بقى نحط شويه زيت. ونصبع بقى الكفتة بتاعتنا دي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. نبل ايدينا بس كده زيت. ونصبع بقى الكفتة بتاعتنا كده بكل سهولة. مش هتاخد مننا ايه اي وقت الكفتة الضاني بكفتة الرز. عايزة اقولك تحفة. مدية ريحة الشوي في البيت. مدية ريحة تانية غير الكفتة العادية بتاعتنا. طبعا انتوا عارفين كفتة رز يعني اللحمة الجملي. بس انا النهاردة زي ما بقول لكم كده اخر الشهر وفي كيس في التلاجة، فقلت الم بيه الدور. والحمد لله زي ما انتوا شايفين، ولا اتفكت معانا في الزيت ولا اتفكت معانا هتشوفوا في الصلصة. وكده بقى كفتة الرز بكل سهولة. ولو لسه ما حطيتيش اللايك انزلي وحط اللايك وبعدين اطلعي اتفرجي على الفيديو. زي ما انت شايفة كده حطيت الكفتة. بصوا الكفتة بتاعتنا كشت شوية. بس بقى زي ما انتوا شايفين هتطلع معانا. عايزة اقولك وهي في الطاسة كده بقى وهي بتتقلي، دخل عالي في التوقيت ده. شم الريحة زي ما بيقول لكم، وفعلا هي الريحة ريحة اللحمة الضاني كأنك بتشويها بالظبط في البيت. بصوا بقى يا حبايبي طالعة معانا عاملة ازاي. وطبعا متماسكة اهي زي ما انتوا شايفين، وانا مش عايزة اقطع معاكم الفيديو عشان تشوفوها انها متماسكة. وفي الصلصة كمان هتشوفوها انها متماسكة. كفتة الرز بكل سهولة من الالف للياء في البيت. ومش هتاخد منك اي وقت، حتى الرز طحناه في البيت. كان المتواجد معانا حوالي عن ربع كيلو من اللحمة. عمل لنا بصوا طاستين حلوين كده، يعني هيعمل لنا حلة حلوة اللي انتوا هتشوفوها معانا.
ربع كيلو من اللحمة على نص كوباية رز على بطاطساية مسلوقة. عملت الكمية اللي معانا دي كمية وفيرة كده تكفي معانا يومين، زي ما انتوا شايفين لما انا قطعتها من النص عاملة ازاي. وعلي دخل بقى بياكل فيها. وكده بقى لما علي بقى خلص شوية من المقليين دول وكلهم، فقلت بقى ازود عليهم بطاطس. قطعت كام بطاطسيتين كده مكعبات، احطهم في قلب الصلصة بالشكل ده كده. وخلصت بقى تحمير الكفتة. تعالوا بينا بقى نعمل الصلصة بتاعت الكفتة. كنت انا عندي بقى شوية رز كده وشوية ملوخية، وطلعت شوية مخلل. وبقى ايه، ونتغدى مع بعض كده. النهاردة الجمعة ولمة العيلة، وكل جمعة وانتم طيبين، وكل اخر شهر وانتم طيبين. واول الشهر بقى نبدأ نعمل معاكم وصفات بقى ايه تستاهل اول الشهر. بصوا بقى حبايبي، عايزه اوريكم الكفته عامله ازاي. نزلت بقى بالبطاطس في قلب الصلصه واسيبها كده لغايه اما تخش في السوا. قربت على السوا كده تلتين سوا، اروح نازله بقى واخده شويه كده الاول من الكفته، ونازله بقى بالكفته بتاعتنا دي تاخد غلوتين. كنت انا بقى غرفت الاكل زي ما انتوا هتشوفوا. وتعالوا بينا بقى نغرف الكفته وشوفوا الكفته بتاعتنا الصوابع بتاعتنا ازاي متماسكه عامله ازاي. وكده بقى بقول لكم ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. وتعالوا اتغدوا معانا واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.